لأنه نظر إلى طاعة أمته، فها كنت الآن تربطني جميع الأجيال. المسلم. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. الحكمة المسلم. يا إخوة، إن المسكن الأول كانت له فرائض العبادة والقدس العالمي، لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس، وكانت فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة. وكان وراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس، وفيه مستوقد المرفوع من الذهب، وتابوت العهد المغشى بالذهب من كل جهة، وفيه قسط من الذهب، فيه المن وعصا هارون التي أورقت ولوحا العهد، ومن فوقه كروبا المجد المظللان الغطاء. وليس هنا مقام تفصيل الكلام في ذلك، وإذ كانت هذه مهيئة على هذا الترتيب، فالكهنة يدخلون إلى المسكن الأول كل حين فيتمون الخدم، وأما الثاني فإنما يدخله رئيس الكهنة وحده مرة في السنة، ولا يدخل إلا بالدم الذي يطهره عن نفسه وعن جهالات الشعب. اسمعي يا بنت أمري وأني أذنك واسعي شعبك وبيداك بالدستور وأرضها، والشعب يستعطفون وجهك الهدايا والتسبيح لإلهك. ودفنت روحي في إله
عادت إلى بيتها سيفاسميوتة كادنفه إخوتي في الجهل mes chers frères, أيها الأحباء، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة كثير من الإخوة من كنائس مختلفة. أليست هذه هي دعوة العذراء مريم أن نكون متجمعين رغم اختلافنا؟ فالاختلاف غنى في الكنيسة. Nous sommes heureux d'être avec nos frères qui viennent d'églises différentes. Et cette différence est une richesse pour l'Église. Ça, c'est l'unité à laquelle nous a appelé la Vierge Marie, pour laquelle Jésus-Christ craignait et tremblait et priait pour nous. Il savait d'avance ce qui se passait dans son Église à cause des erreurs des hommes. إن اجتماعنا أيها الأحباء في الذكرى 17 لظهور العذراء مريم في دمشق هو نعمة من الرب الإله لنا أجمعين. إن اجتماعنا هذا هو فرصة لنتأمل معا، لنتأمل بماذا؟ بما طلبته منا العذراء مريم. ولذلك وقبل أن نبلغ إلى أسبوع الوحدة الذي أصبح ذكرى مثل ذكرى كل شيء، صار عيد كان، أصبح أسبوع اتحاد الكنائس عيدا في الكنيسة، أسبوع نتفق أن نقيم الصلوات فيه، أسبوع نطالب الله بأن يوحدنا نعمل واجباتنا نحو الله، وبعد ذلك نتفرق كما يتفرق الناس عادة وننسى الوحدة. والوحدة عليها أن تكون هاجس لكل مسيحي. تساءلت يوما هل يستطيع رزقه في كنيسة الله أن ينام ليلة واحدة مرتاحا والوحدة الكنسية لم تتحقق؟ هل يقبل مسيحي واحد من الحبيب وفي دمشق أن ينام ليلة مرتاح البال والعيد لم يتحقق ولم يتوحد؟ كلنا نتكلم أيها الأحباء، والكلام بحاجة إلى دعم من الأعمال، أن نعمل شيئا، لأنه نظر إلى تواضع أمته فها منذ الآن ترافقني جميع الأشياء. ما أجمل هذا القول في العذراء مريم التي نالت حظوة عند الله فاصطفاها من بين النساء أجمعين لتصبح آية للعالمين. ما أجمل دعوة مريم للمسيحيين والمسلمين معا. ما أجمل دعوة مريم
فتعالوا أيها الأحباء نتطلع ما عسى أن يفعل المؤمن المسيحي إذا ما أراد أن تتحد كنيسته. البعض يظن بأنه يكفينا أن نطالب الأسقف والبطرك بوحدة الكنيسة ونذهب إلى بيتنا، فهذا يكفي لأن نجعل على عاتقهما أو على عاتق البكليروس مشكلة وحدة الكنيسة. والبعض الآخر يظن إذا ما تضرع إلى ربه يوما أو أيام أو ليل نهار ليوحد الكنيسة لأنه قد فعل ما عليه أن يفعل وغسل يديه متبرئا من دم الشهداء الذين قتلوا في سبيل ذلك مثل بيلاطس. أيها الأحبة، إن من يريد أن تتحد الكنيسة، والغريب أن أصبحنا في وقت عيب على الأسقف أو على الكاهن أن لا يتكلم إلا بوحدة الكنيسة، والكلام سهل. علينا أولا أن نتسلح بتواضع، لأن من يريد وحدة الكنيسة لا يتساءل هل أنا على حق أو غيري على حق، بل يعمل من أجل وحدة الكنيسة. ومن يريد أن يتصالح يقول له الإنجيل اترك قربانك واذهب أولا وصالح أخاك، لا يقول له اترك قربانك واذهب أولا واجعل أخاك صالحا. العمل هو فردي أيها الأحبة، والمحبة تبدأ من الذات، أي إنها تنبع من الذات. فإن أردت السلام في كنيسة المسيح فعلي أولا أن أتواضع وأعلم بأنني قد أخطأت، وجميعنا نخطئ في حق وحدة الكنيسة، لأننا لا نعمل شيئا من أجل وحدتها، بل نترك على الآخرين أن يعملوا. أيها الأحبة، وحدة الكنيسة جرح كبير في قلوبنا، ونريد أن يلتئم، ولكن ليس بالذوبان. لا نريد أن يذوب الواحد في الآخر، فالمسيح قد خلقنا كذلك، الرب الإله أوجدنا كذلك، أوجدنا مختلفين في الثقافة، أوجدنا مختلفين في التحضير وفي التاريخ، أوجدنا مختلفين في الألسن، أوجدنا مختلفين في أشياء ظاهرية كثيرة، ورغم ذلك فهو يطلب منا الوحدة، الوحدة في الإيمان، الوحدة في العمل، الوحدة في التطلع إلى أعمال محبة ورجاء، الوحدة كما كانت مريم تعمل في تواضع. نظر إلى تواضع أمته، لأن الإنسان المتواضع أيها الأحباء بإمكانه هو فقط أن يتكلم بالوحدة. الإنسان المتواضع بإمكانه هو فقط أن يتقبل الله، فكذلك كانت مريم بتواضعها استطاعت أن تستحق بأن تتقبل الله في أحشائه. وهل يستطيع الإنسان أن يعطي ما لا يملك؟ فإن لم نملك المسيح نحن، فكيف بإمكاننا أن نمنح المسيح للآخرين؟ مريم العذراء بقي السيد المسيح في أحشائها، في جسدها، في كيانها، وليس فقط في حبلها مدة 9 أشهر، ولكن منذ طفولتها إذ قدمها أبواها إلى الهيكل فعاشت تتحضر لهذا اللقاء. ونحن يا أحبائي لا أريدكم أن تنسوا لقاءنا هذا إلى السنة القادمة، فنحتفل مجددا عام 2000 بالذكرى 18، وكأننا نتضارب في ذكريات. فكنيسة المسيح كنيسة حية، فليكن لقاؤكم هذا ومحبة
نستطيع أن نحيا في السماء ومن لا يتدرب على الأرض في العيش مع القديسين لن يكون نصيبه أن يعيش مع القديسين في السماء، لأنه لم يتدرب، وكل شيء بحاجة إلى تدريب. هذا هو هدف حياتنا على الأرض. ولذلك رجائي إليكم أن تكفوا الصلاة من أجل الوحي. غريب أن تسمعوا نقران عبركم وقفوا الصلاة. أعني بذلك أن لا تحملوا ربنا مشاكل وحدة الكنيسة، فمشاكل وحدة الكنيسة قد صنعناها نحن، وهي بأيدينا أن نعود إلى ربنا بالتوبة أولا والتواضع، ثم بمحبة الآخرين والانفتاح عليهم دون أن نتطلع إلى حسابات. أذكر يوما أنه قد دعاني نقطة البطريرك سكتة للتأمل مع أحبائنا المؤمنين في كنيسته يوم الجمعة العظيمة. وقلت في ذلك اليوم إن المسيحيين يتبارون في علم الفلك ويتبارون في الحسابات الشرقية منها والغربية، والحال إذا ما فتحنا الإنجيل المقدس وقرأناه في أي لغة أردتم، قديمة كانت أم جديدة أم حديثة، لم يتغير شيء، لرأينا أن معلمنا هو معلم محبة، ولم يذكر في الإنجيل أنه عرف الحساب، لا بل إذا ما تطلعنا إلى حسابات المسيح وما علمنا من حسابات لابتسمنا، لأنه قال لنا لا تفعل واحد، صدق أو لا تصدق، الله الواحد ثلاثة أقاليم. الحسابات في ديانتنا محذوفة ومحذوفة، أما المحبة فهي الوقت. فما بال أبناء المسيح أبناء الله يتباغون في حسابات الفلك وبيتفشكلوا في حسابات عيد الفصح؟ ألا يحق لنا أخوتي الأحباء أن نعيد في عام 2000 مع بعضنا البعض؟ ألا يحق لنا أن نشهد في هذه المدينة كما يريد قلب الله؟ ماذا نقدم للمسيح في ذكرى عام 2000؟ عام 2000 يعني صار له 2000 سنة أجل المسيح، ميلاد المسيح، يعني هابي بيرثداي ليسوع المسيح. عادة وقت بنعمل بيرثداي نحن عيد الميلاد ناخذ شيء هدية معه. ماذا تقدم كنيسة المسيح الدمشقية للمسيح؟ عبيرونا استنظروا 2001 منعيد سوا. يا أخي نحن بدنا نقدم شيء من كل قلبنا، ما بدنا تصدف صدفة إنه منلاقي شيء غلط على طريقنا ونقدم. نريد أن نعمل أعجوبة في مدينة دمشق. فأتمنى أيها الأحباء، أنتم قليلون بالنسبة للعدد المسيحيين في دمشق، أتمنى أن تذيعوا هذا الخبر وتطالبوا الكنيسة بوحدة العيد في هذه السنة عام 2000. هذا ما نريده هدية للمسيح. طالبوا بذلك، لا تتركونا نتكلم نحن في لقاءاتنا. طالبوا، فهذا من حقكم. وأتمنى أن نقدم للمسيح هذا في عيدنا الذي سيبدأ بعد أيام بالألفية الثانية وبدء الألفية الثالثة، أن نقدم له هذا التنازل عن أنانيتنا وليس عن حساباتنا فقط، التنازل عن ماهيتنا كأفراد، لنضع نصب أعيننا رسالتنا كمسيحيين، رسالة في دمشق، رسالة في المشرق العربي، فنحن كنيسة العرب ولنا رسالة فريدة من نوعها أيها الأحباء في هذه البلاد المقدسة. فاحملوها يا إخوتي وجاهدوا معنا من أجل توحيد العيد.
وليس سنة 2001 بدنا السنة، لأنه يا أحبائي في ذكرى السيدة العذراء السلطانية لا يسعنا إلا أن نتذكر ما قالته العذراء مريم بشأن العيد. لا يسعنا عندما نلتف حول أمنا العذراء إلا أن ندغدغها بمطالبة محببة، ولكن أيضا لا يسعنا إلا أن نشاركها فنقول لها نحن نتحداك يا مريم، أقلت لنا بأنك ستظهري متى توحد العيد؟ بدنا نعمل كل جهدنا نوحد العيد لأن بدنا مريم العذراء بيناتنا. نريدها معنا أيها الأحبة، نتحداها لأنها أمنا، نتحداها لأنها تحبنا، نتحداها لأننا نحبها ونريدها دوما معنا. هذا هو عيدنا أيها الأحباء، وهذا هو عيد أمنا التي تفرح دائما بوحدة أولادها وباجتماعهم معا. وهذا هو لقاؤنا في ذكرى العذراء مريم لتقديس مدينتنا فوق ما هي مقدسة، وكما دعاها المسيح عندما وقف في وجه بولس. هذا ليس بجديد يا أحباء، فروما قد جمعت دوما أيقونات العذراء مريم. في كل أحيائها ترون أيقونات، وخاصة تلك الأيقونة الكبيرة التي وضعت في إحدى شوارع روما التي يدعونها خلاص المؤمنين. فخلاص المؤمنين هي أن يعلموا إرادة السماء، وخلاص المسيحيين هي أن يطبقوا إرادة الله، وإرادة الله في الوحدة، وإرادة سيدتنا العذراء مريم في التسامح وفي المحبة. فاحملوا تعاليمها في قلبكم وليس فقط في أيقوناتها العديدة، احملوا تعاليمها في تصرفاتكم لتتبارك كنيستنا في العالم أجمع، وخاصة كنيستنا الدمشقية. كل عام وأنتم بخير أيها الأحباء. Je remercie mes chers frères étrangers qui n'ont pas compris ce que j'ai dit en arabe, mais peut-être qu'ils ont deviné un peu mes gestes. Et je regrette que vous n'ayez pas pu le comprendre, mais il y aura quelqu'un qui va vous traduire plus tard. Je regrette vraiment que je n'ai pas pu vous parler en français aussi, parce que ça prendra beaucoup de temps. Je vais parler plus de 20 minutes, sinon on va rester jusqu'au soir. Mais j'espère qu'il y aura quelqu'un qui va vous traduire. En tout cas, je vais parler pour l'unité de l'Église. نعمة الله معكم بشفاعة العذراء مريم، احملوها إلى بيوتكم وإلى عائلاتكم وفي قلوبكم. فإنك أنت المقرب والمقرب والقائم وسيحسن الله أيها المسلمون الشرقيين
أحشائي لا تصرحني من أمامي ولا تمنعني مع سائر البطاركة ورؤساء الكهنة الذين يقيمون معنا هذه الذبيحة الإلهية والحاضرون ها هنا مع جميع الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، جميع الذين خدموا ويخدمون بأمانة في هذا الهيكل المقدس، جميع المحسنين إليه والمصلين والمتضرعين فيه مع جميع المسيحيين. فليكن الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين آن وكل آن وإلى دار الداهرين. رئاسة كهنوتك فليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. من أجل جميع الساقفة وكهنة ومؤمني الكنيسة القبطية فليذكرهم الرب الإله جميعا في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. رئاسة كهنوتك فليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. Pour l'unité et la sainteté de l'Église de France et de Belgique, من أجل جميع محبي مريم، من أجل طالبي شفاعتها، لكي ما يريح الرب الإله نفوس موتانا ويشفي مرضانا ويرد الغائبين منا سالمين ويوحد صفوفنا المسيحية في كنيسة المسيح، وليذكرنا جميعا في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين.
الآن وفي العالم وإلى دار الداهرين. السلام لجميعكم. المسيح معنا. لنطف حسنا ولنطف بتهيبا فلنصل لنقدم بسلام القربان المقدم. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. نرفع قلوبنا إلى العلا. والمؤمنين بنشيد الوطن هادفين وصالحين وقائلين قدوس 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 رب الصلوات
جميعنا اسمك الجليل بكل كرامة والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. مراحم إله عظيم وخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. ونودع المسيح لنا ذاتنا
خلفة الله وإيمان ومحبة تقدموا.
وبارك على ميلاده. الطاهرة الخالدة السماوية المحيا الرهيبة لنشكر الرب شكرا لائقا. نشكرك أيها السيد ومقدس المتوكلين عليك. صلح شعبك وبارك ميراثك. احفظ كمال كنيستك. قدس المحبين باب بيتك. أن تعوضهم من ذلك مجدا بقدرتك الإلهية. ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعليك ولكنائسك وللكهنة وللحكام وللجنود ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من يدك يا أبا الأنوار، وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدائمين. أيها المسيح إلهك منك من مفهم يا
Sebastián de Guillermo, my beloved Bishop, my beloved brothers in Christ, and beloved faithful of the Church of Christ. I do not want to say the Greek Catholic Church, the Greek Orthodox Church, the Maronite Church, the Melkite Church, the Church of Christ. It all belongs to Him. He owns the condominium and we have apartments. We have come together tonight because Jesus has told us through His mother. His mother who spoke to us in Sufania. Who did not preach to us any other message than the message of unity. We read in the Bible that God made us all equal, and we believe that. But sometimes we don't preach that and act that in our lives. Sometimes we think we are better than others. And we want the first place at the table. The first seat in the church. We want the condominium penthouse apartment. To be before and on top of everyone. But Jesus didn't preach that. Jesus preached, let the first be last. That he who has come to be served be the first to serve. Jesus, through his good Father, gave us many gifts. One gift is very difficult, and yet it is a gift. He gave us free will to do as we must do. Not as we want to do, but as we must do. And what we must do is the will of God. He looks upon his church with great pain. A church that is fractured and splintered and broken. And he wants to heal the wound with his love. In the Old Testament, in the time of the Jews, who sometimes were blind and sometimes were deaf to the Word of God, he sent prophets to tell the people what to do. To bring them close to his heart. To protect them. To save them. To heal them. Now we are living in the time of the New Testament. He no longer sends prophets.
sends his mother with a message. أرسل والدته مع رسالة. The message of Sophia رسالة الصفوانية is love, المحبة reconciliation, والتسامح and unity. والتواضع. This is what we pray for. This is what the bishop prays for. This is what you pray for. Unity in your family. Unity in your community. Unity in your parish. Unity with your heart and God's heart. There's only one way to seek that unity and achieve that unity. And that is to subject the other gift that God gave us. To subject it. To put it down. And that is our ego. Once we can conquer our ego and see Christ in every other person, then we become one with Him. I bring to you, like a voice crying in the wilderness, a message of love. I do not come carried by angels. I came by Air France, who lost my luggage. When I entered the church, there were no trumpets. So my message is simple but direct from my heart. I pray for the day that we all join at the altar of God and break common bread and drink from a common cup as the external sign of our unity. The internal sign is already there. We love one another. I would like to end my comment by just singing one little prayer from the Paraklesis for His grace and for His grace of kingdom.
we can make miracles. تمنيت من ربي أن يرسل لنا أساقفة مثله إلى دمشق لنصنع العجائب. عليكم بنعمتي وعافيتي ومحبتي بالبشر كل حين كان وكل وان وإله الداهرين. المجد لك أيها المسيح إلهنا ولا جلاؤنا المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي لرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي ويخلصنا بشفاعة منك يا الله سيد المصطفى التي ننزل ترجيعنا نورها اليوم ورسل قديسين شهدنا بكل مدينة وأبانا أفضل البيت لما بعد
مبروك عليكي
نصلي قوينا عالشهوات الأرضية. كرمالك يا أم الكون ركعنا وصلينا نويك. كرمالك يا أم الكون ركعنا وصلينا نويك. زرتينا وسكنتيها ونورت السلطانية. زرتينا وسكنتيها ونورت السلطانية. كرمالك يا أم الكون ركعنا وصلينا نويك. كرمالك يا أم الكون ركعنا وصلينا نويك. زرتينا وسكنتيها ونورت السلطانية. زرتينا وسكنتيها ونورت السلطانية.
للعذراء صلوا. العذراء عم تطلب منا لتوحد تتلملمنا. العذراء عم تطلب منا لتوحد تتلملمنا. حتى الله يرحمنا درب الوحدة نوصله. حتى نرجع للتحديد صلوا للعذراء صلوا. باب العذراء من اسمي ما بيسوى هيك ضلوا. باب العذراء من اسمي ما بيسوى هيك ضلوا. حتى نرجع للتحديد صلوا للعذراء صلوا. حتى نرجع للتحديد صلوا للعذراء صلوا. يا من زيتك زرت بيوت وخليت الإيمان يفوت. يا من زيتك زرت بيوت وخليت الإيمان يفوت. عبلاد اللي فيها بيوت وما فيها ناس يصلوا. حتى نرجع للتحديد صلوا للعذراء صلوا. باب العذراء من اسمي ما بيسوى هيك ضلوا. باب العذراء من اسمي ما بيسوى هيك ضلوا. حتى نرجع للتحديد صلوا للعذراء صلوا. حتى نرجع للتحديد صلوا للعذراء صلوا. يوم الفيهم بأبعاد عن الله حزنه بيزداد. يوم الفيهم بأبعاد عن الله حزنه بيزداد. لما بيتحدوا الأعياد الفادي حقه بيوصلوا. وحتى نرجع للتحديد صلوا للعذراء صلوا. باب العذراء من اسمي ما بيسوى هيك ضلوا. باب العذراء من اسمي ما بيسوى هيك ضلوا. حتى نرجع للتحديد صلوا للعذراء صلوا. حتى نرجع للتحديد صلوا للعذراء صلوا. ولاد العذراء من اسمي ما بيسوى هيك ضلوا. ولاد العذراء من اسمي ما بيسوى هيك ضلوا. حتى نرجع للتحديد صلوا للعذراء صلوا. حتى نرجع للتحديد صلوا للعذراء صلوا. يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى. يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى. أم البادي وأم الكون وأم المسكون كلها. أم البادي وأم الكون وأم المسكون كلها. يا مريم لا تنسينا عذروا بالحق اهدينا. يا مريم لا تنسينا عذروا بالحق اهدينا. بنصلي لك عينينا مش باعي باللي صلى. بنصلي لك عينينا مش باعي باللي صلى. يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى. يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى. أم البادي وأم الكون وأم المسكون كلها. أم البادي وأم الكون وأم المسكون كلها. يا مريم قلبك ينبوع الحب وبتعين الموجوع. يا مريم قلبك ينبوع الحب وبتعين الموجوع. اطلبي من ابنك يسوع عن شعبه لا يتخلى. اطلبي من ابنك يسوع عن شعبه لا يتخلى. يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى. يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى. أم البادي وأم الكون وأم المسكون كلها. أم البادي وأم الكون وأم المسكون كلها. العذراء بالطوفاني بتجمعنا ليلي. للسلام نصلي وللوحد المسيحي. العذراء بالطوفاني بتجمعنا ليلي. للسلام نصلي وللوحد المسيحي.
المسيح